في قرية صغيرة بين الجبال والبيوت القديمة، كانت كتعيش أرملة بسيطة سميتها مريم مع بنتها الوحيدة سلمى. كانت حياتهم هادئة وبسيطة، ما عندهم لا مال كثير لا أملاك غير دار قديمة ورثتها مريم من الماضي. كل صباح كانت مريم كتمشي مع بنتها في طرقات القرية، وكتحاول توفر ليها حياة كريمة رغم قسوة الظروف. ولكن مريم ما كانتش عارفة إن هذه الدار القديمة اللي كتشوفها مجرد بيت متواضع، كانت مخبية تحت أرضيتها سر كبير وكنز غادي يبدل حياتهم وحياة القرية كاملة. فيا ترى شنو كان مخبي تحت البلاط؟ ومنين جاء هذا الكنز؟ خليكم معنا في هذه القصة. فواحد القرية صغيرة بعيدة عن المدينة، كانت كتعيش أرملة سميتها مريم مع بنتها سلمى. كانوا عايشين في دار قديمة وبسيطة، ولكن رغم الفقر كانت مريم كتربي بنتها على القناعة والصبر، وكانت ديما كتقول لي يا بنتي يمكن يكونوا فقراء ولكن عندنا بعضياتنا، وهذا الشيء هو أغلى ما عندنا. نهار من النهارات قررت مريم تصلح واحد الجزء من أرضية الدار، حيث كانت البلاطات قديمة ومكسرة. وبينما كانت كتخدم سمعت صوتاً غريب جاي من تحت البلاط. حبست شوية ونظرت لبنتها باستغراب. قالت سلمى: ماما، واش سمعتي داك الصوت؟ ومن ثم بدا سر غريب يتكشف قدام عينيهم. حيدت مريم البلاطات وحدة بوحدة حتى بان ليها صندوق خشبي قديم مدفون تحت الأرض. قلبها بدأ يدق بسرعة. فتحت الصندوق وتجمدت في بلاصتها. كان عامر بالذهب والعملات القديمة والمجوهرات. سلمى بقات كتشوف فيه وهي ما مصدقاش عينيها، وقالت: ماما، واش حنا لقينا كنز؟ ولكن مريم ما فرحتش بالذهب بحال ما توقعت سلمى. بقات كتفكر شكون كان مالك هذا الكنز وعلاش تخبى تحت هذا الدار. قالت لبنتها: يا سلمى، هذا الذهب ممكن يبدل حياتنا، ولكن قبل ما نستفيد منه خصنا نعرف الحقيقة دياله. وقررت الأم تبدأ البحث على سر الصندوق. جلست مريم مع بنتها قدام الصندوق وبدت كتفحص المجوهرات والعملات واحدة بواحدة. كانت قطعة ذهب قديمة بزاف، وبعضها كان عليه نقوش غريبة. قالت سلمى بفضول: ماما، يمكن هذه النقوش تكون دليل على صاحب الكنز. وهنا فهمت مريم أن القصة مازال ما سلاتش. ما اللي وصل الخبر لأهل القرية، جا واحد الشيخ كبير في السن وشاف الصندوق. بكى كيشوف فيه مدة طويلة، ومن بعد قال بصوت مرتجف: أنا عارف هذا الصندوق. سكت الجميع، وكمل الشيخ: من أكثر من 30 عام كان هنا واحد الراجل غني بزاف، وفجأة اختفى هو والثروة دياله. أو هنا بدأ السر القديم يبان. بدأ أهل القرية يقلبوا داخل الدار على أي دليل يقدر يكشف الحقيقة. واحد كيقلب في الصناديق، وآخر كيشوف في الأواني القديمة، حتى لقى الشيخ خريطة قديمة مخبأة بين الأشياء. فتحها بعناية ونظر إليها طويلاً، ثم قال: هذه الخريطة ممكن تقودنا للحقيقة كاملة. ولكن المفاجأة الأكبر كانت داخل الصندوق نفسه. لقت مريم ورقة قديمة مخبأة تحت الذهب. فتحتها وبدأ الشيخ يقراها. كانت رسالة من صاحب الكنز، كتب فيها أنه خبى ثروته خوفاً من أن تضيع بين أيدي الطامعين. ولكن الرسالة كانت مخبية فيها مفاجأة أخرى. اجتمع أهل القرية كاملين باش يسمعوا الحقيقة. وقفت سلمى وهي حاملة الرسالة، ومريم حداها. وبعد ما عرفوا القصة كاملة قالت مريم:
هذا الكنز ما خصوش يكون سبب في النزاع بيناتنا، خاصه يكون سبب في الخير. ثم أعلنت قرارها أمام الجميع. قرار خلى أهل القرية ما مصدقينش. قررت مريم تستعمل جزء كبير من الكنز لبناء مدرسة للأطفال وبئر للماء، ومركز صحي للقرية. وهكذا الكنز اللي كان مدفون تحت البلاط ما بخاش غير ذهب، ولا سبب باش تبدل حياة قرية كاملة. نظرت مريم لبنتها وابتسمت وقالت: شفتي يا سلمى؟ الكنز الحقيقي ماشي هو الذهب، الكنز الحقيقي هو الخير اللي ينفع الناس. ومن ذاك النهار ولات مريم وبنتها مثال لكل أهل القرية، وعاشوا بقلوب غنية حتى إلا كانت حياتهم بسيطة. المال يقدر يغير حياة الإنسان، ولكن الخير يقدر يغير حياة قرية كاملة.